ماذا يحدث عندما تتضارب مصالح أغنى رجلين بالعالم؟ فالخلاف الذي ظل بالخفاء بين أكبر مليارديرين بالعالم إيلون ماسك وجيف بيزوس خرج أخيرا للعلن عبر منصة إكس تويتر سابقا ليكشف كيف يتصارع الاثنان على النفوذ والمال. والقصة أن ماسك ادعى عبر حسابه في إكس أن بيزوس أخبر المستثمرين أن ترامب سيخسر الانتخابات، واقترح عليهم بيع أسهم تسلا وسبيس إكس. وبشكل غير متوقع رد بيزوس عليه مباشرة ونفى ما ذكره، لكن ماسك رد بأنه ربما كان مخطئا مع إيموجي يضحك بسخرية. وكشف هذا الجدال العلني التنافس المحموم بين الرجلين في البزنس بحسب تقرير لبلومبرج. فماسك يملك شركة سبيس إكس التي تهيمن على صناعة إطلاق الصواريخ وتدير خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية ستارلينك. في المقابل أسس بيزوس شركة السياحة الفضائية والاستكشاف بلو أوريجن، وهو أيضا الرئيس التنفيذي لشركة أمازون التي تبني شبكة أقمار صناعية منافسة تسمى مشروع كويبر. لكن مشاريع بيزوس قد تخلفت كثيرا عن ماسك المستفيد من تحالفه مع دونالد ترامب، ويثير ذلك حساسية بيزوس خصوصا بهذا التوقيت مع فوز ترامب الذي حاول جاهدا عدم اتخاذ موقف علني ضده قبل الانتخابات خوفا من انتقامه. كما أن أمازون هي أيضا أكبر مساهم في شركة ريفيون للسيارات الكهربائية المنافسة لشركة تسلا. وقد وقع خلاف جدي بين ماسك وبيزوس من قبل، ففي عام 2021 رفعت شركة بلو أوريجن دعوى قضائية ضد وكالة ناسا لمنحها عقدا ب2.9 مليار دولار لشركة سبيس إكس لتطوير مركبة هبوط على القمر. كما تنافس الرجلان أيضا أمام الهيئات التنظيمية الأمريكية بشأن أساطيل الأقمار الصناعية الخاصة بهما.